بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، حياكم الله ورعاكم ومتعكم بالصحة والعافية. نعود إلى تكملة المفاهيم المتعلقة بعنوان المادة. المفهوم الثاني هو مفهوم الفكر. هذا المفهوم، مفهوم الفكر، هو مفهوم له عدة دلالات، كما هو الدلالة التاريخية لها عدة دلالات، كذلك مفهوم الفكر له عدة دلالات. كان هناك بعض الباحثين وبعض المفكرين يقولون بأنه لا سلطان على العقل إلا للعقل نفسه. لا سلطان على العقل إلا بالعقل نفسه. إذن لا يفكر الإنسان إلا بتفكير نفسه. إذن عقل وفكر إذن نتاج لعملية ذهنية كبيرة جدا. والعقل هو أساس الفكر البشري. الإنسان عندما يعقل شيئا يراه بعين وبعقل أنه شيء غير سليم، أو أنه يراه صوابا ويريد أن يضيف إليه بناء جديد لبنائه بناء صحيحا أو سليما أكثر وأفضل. إذن الفكر البشري بصفة عامة هو الذي يبني حياة الإنسان، سواء في المجال الاجتماعي أو المجال الاقتصادي أو المجال الثقافي إلى غيرها من المجالات الأخرى. ولكن ما يهمنا نحن هنا الفكر الذي يرتبط بالسلطة، الذي يرتبط بالإنسان. إذا كان الإنسان كما قيل شيء مفكر، إذا الإنسان هو شيء مفكر، يفكر. طبعا عندما يولد الإنسان إذن تبدأ معه عملية ذهنية، تبدأ معه في البداية يفكر بشيء في الأشياء البسيطة، ثم حتى يصل سن الرشد ويصبح مميزا ومفكرا، يفكر في الأشياء، في الغذاء، في الطعام، في الشراب، في الجماعة، في الأسرة، في الفرد، وهكذا حتى يصبح يفكر ويعلل ويسبب ويفسر الظواهر الموجودة أمامه. وكان كبار المفكرين الفرنسيين ديكارت يقول: أنا أفكر إذن أنا موجود. إذن وجودي مرتبط بالفكر. إذا كنت لا أفكر إذن أنا لست موجودا. فهنا كثير من الباحثين أن الإنسان الذي لا يفكر، أن الإنسان الذي لا يعقل ما يجري حوله وما يجري في محيطه ولا في دولته ولا في مجتمعه ولا في حياته، إن هو إنسان لا يعتبر موجودا. لأنه لا يعتبر موجودا لأن الغير هو الذي يقرر حياته، هو الذي يقرر مصيره، هو الذي يفكر، هو الذي يحل مشاكله. إذن الفكر هو الذي يحل المشاكل. الفكر دائما كان يسير دائما مع متغيرات الحياة ويشكلها في ذات الوقت. إذن الحياة هي فكر، الحياة الزراعية، الحياة الصناعية، الحياة السياسية، كلها فكر. إذن متغيرات الحياة موجودة، ولكن الفكر هو الذي يصنعها. الزراعة المتطورة التي تطورت إلى ما هي موجودة عليه الآن أراها مرت بعدة مراحل، بعدة مستويات. ونقول أيضا بأن المتغيرات هي سبب ونتيجة للفكر، فهي لا تأتي، والفكر لا يأتي من فراغ، الفكر يأتي من الواقع. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذا ننظر إلى الوجود ونفكر فيه، ثم نبدأ في تفسيره وشرحه وتعليل الظواهر الموجودة فيه. كذلك نفكر في الدولة، نفكر في الحياة السياسية، نفكر في النظام الحزبي، نفكر في النظام
في نظام المجتمع المدني. كل هذا التفكير لا يأتي تفكيرنا في هذه المجالات لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي من واقع، ونبحث أيضا نحن عن إشكاليات المعقدة فيه لنطورها بالفكر. إذن بالنسبة للفكر له سياق تاريخي متطور، ويكفي أن ما قاله مثلا هنري ميشيل عندما دشن جامعة السربون سنة 1896، قال بأن الحياة الفرنسية يجب أن تبني على الفكر، ولذلك كرس كرسي لمادة تاريخ الفكر السياسي. مادة تاريخ الفكر السياسي كرس لها كرسي في فرنسا سنة 1896. هذا يعني أن الأهمية التي أعطيت في أواخر القرن 19 للفكر، وفعلا الغرب كله بنى حياته على الفكر الأكاديمي، الفكر العلمي الذي يصنف الحياة بصفة عامة والحياة السياسية بصفة خاصة. إن الإنسان لا يكون أو لا يعبر عن العلاقات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الدولة، ولا يمكن أن يعبر عنها إلا إذا كان لديه فكر مستقل عن الدولة. إذن الدولة شيء والفكر مستقل عن الدولة. إذن المفكر يجب أن يكون مستقلا في تحرير أفكاره، في صياغة أفكاره، في صياغة تصوراته حول الدولة، وإلا سوف يكون لسان للدولة. إذن اللسان الرسمي للدولة لا يمكن أن يكون فكرا. فلذلك الدول الغربية تأخذ نتاج الفكر من المفكرين والباحثين والدارسين والجامعات، ويعملون على تطبيقه في حياتهم السياسية. وتاريخ الفكر السياسي إذن هو مليء بالأفكار السياسية، سواء تعلق الأمر بقراءتها للدين أو قراءتها للفلسفة أو قراءته للفكر الإنساني بصفة عامة. إذن هنا الأفكار كلها كانت تدور حول هذا المجال. مثلا كان الفكر السياسي في اليونان بصفة خاصة في عصره الذهبي هو تعبير حقيقي عن المتغيرات التي كانت تعصف بدولة المدينة. وقد أشرنا إلى أن دولة المدينة تعرضت في القرن الخامس قبل الميلاد تعرضت إلى غزو فارسي وأتى على الأخضر واليابس. فلذلك جاءت أفكار اليونان عند أفلاطون وأرسطو جاءت لتعبر عن هموم ذلك المشاكل التي عصفت بدولة المدينة. إذن والأفكار التي دارت في ذلك دارت حول بناء الدولة. كيف نبني الدولة؟ كيف ننشئ الدولة؟ هل نبنيها بناء ديمقراطيا أم بناء شعبيا أم بناء طبقيا أم بناء إلى غير ذلك؟ وهذه الأفكار كلها سوف نعالجها لدى المفكرين اليونانيين. إذن ما يهمنا في هذه المرحلة هو أن الفكر اليوناني اهتم بالمدينة، اهتم بدولة المدينة. من تحدث عن المدينة الفاضلة، وجاء أرسطو تحدث عن شكل آخر للدولة المختلطة، ثم دولة القانون، ثم إلى غير ذلك. وهذا الإشكال الذي طرح في هذه المرحلة إذن كذلك انتقل أو سيطرت هذه الأفكار من جديد ووظفت في المرحلة الانتقالية ما بين مدينة أثينا ودولة المدينة في اليونان والإمبراطورية الرومانية في بداية عهدها، في بداية الجمهورية، التي نظرت إلى أفكار جديدة كما أشرنا سابقا. نظرت إلى فكرة المواطنة العالمية التي أخذتها من المدرسة الإبيقورية والرواقية، ضاربة عرض الحائط ما كان ينادي به اليونانيون من فكرة المواطنة
لفريق معين من الناس الذين يوجدون على أرض دولة المدينة. وهذا الأفكار إذن اهتم بها مفكرون بارزون، منهم بيلوبيوس وشيشرون، وجاء فيما بعد القديس أغسطين في المرحلة الأخيرة من مراحل الإمبراطورية، وتوماس الإكويني، ثم مفكرون آخرون سوف يأتون ويهتمون بهذه المرحلة، بمرحلة فيها فكر يعالج أشياء جديدة. أخذوا من بعض الأفكار، هو الديمقراطية هو السبيل إلى بناء الدولة القوية، ولكنهم طوروا أشياء كثيرة فيما يخص القانون الطبيعي، فيما يخص المواطنة، فيما يخص طبيعة المجتمع، فيما يخص النظرة إلى المقاطعات والأقاليم التابعة للإمبراطورية الرومانية. كل ذلك عالجه الفكر الروماني. كذلك في إطار الفكر السياسي الحديث ظهر مفكرون بارزون عبروا بأفكارهم عن المتغيرات السياسية والاجتماعية والمعرفية الجديدة في أوروبا، وحاولوا إخضاع الفلسفة والدين والأخلاق وحقول معرفية أخرى للقوانين الجديدة التي ظهرت منذ القرن السابع عشر عفوا. مثلا على سبيل المثال في إنجلترا وقعت هناك تغييرات مع يوهانس كلير الذي عاش في القرن السابع عشر وأواخر القرن السادس عشر، الذي كان ينظر نظرة خاصة إلى الكون. ثم جاء بعده المفكر غاليلي المعروف بموقفه الشهير من الكون ومن الحياة السياسية. ثم جاء توماس هوبز في القرن السابع عشر، وإسحاق نيوشن في القرن الثامن عشر. ثم مفكرون آخرون أيضا نظروا إلى الحياة السياسية وحياة الدولة نظرات أخرى. كذلك إذا أردنا أن نركز على فترة هامة جدا من الفكر السياسي في القارة الأوروبية، على سبيل المثال في القرن الثامن عشر في فرنسا التي كان يطلق عليها عصر الأنوار، عصر الفكر النوراني، ظهر فيه مجموعة من المفكرين. نأخذ أبرزهم فولتير في القرن الثامن عشر كان أكثر الفلاسفة والمفكرين الذين تأثروا بالاتجاهات الفكرية الآتية من إنجلترا. وإنجلترا كما نعلم أنه فيها مفكرين الذين أشرنا إليهم. ثم كان توماس هوبز الذي طرح العقد الاجتماعي لبناء الدولة، ونظر إلى الحياة الطبيعية هي حالة فوضى وحالة صراع واقتتال، والإنسان أناني بطبعه، ونظر إلى السلطة السياسية كيف يجب أن تكون. إذن تأثر منه الفكر الفرنسي. على إن فولتير كان أكثر الفلاسفة وأكثر المفكرين الذين تأثروا بالاتجاهات الفكرية القادمة من إنجلترا، وأصبح من دعاة الذين رفعوا عداء خاصا للكنيسة المسيحية وللعقائد التي يقوم عليها رجال الدين الذين يمثلونها. ثم تعززت هذه الأفكار بظهور أفكار ديدرو وأفكار مونتسكيو وكوندايك وعدد من المفكرين الذين ذهبوا في اتجاه رفع الفكر ضد الفكر السياسي المسيحي القائم على السلطة الزمنية والسلطة الروحية، وأعطيت الأهمية للسلطة الروحية التي أدخلت أوروبا في النظام الإقطاعي لعدد لقرون مظلمة يطلق عليها عصر الظلمات في أوروبا. كذلك جاء فكر أصيل ومتأصل في فرنسا، هو فكر الذي قاده جون جاك روسو
صاحب نداء العودة إلى الطبيعة، ونادى بحرية الفرد وإلغاء الملكية الفردية وتأسيس شرعية السلطة السياسية على عقد اجتماعي يحرر الإنسان من كل سلطة لا يكون هو طرفا فاعلا، فيقبلها بملء حريته مقابل ما تحققه تلك الحرية من عدالة ومساواة. ونلاحظ بأن جان جاك روسو عندما يطالب بحرية الفرد فالكنيسة لم تكن تسمح بذلك. الفكر الكنسي لم يسمح لإنسان أن يفكر، لأن الفكر أو الدولة كلها ذات طبيعة دينية، والطبيعة الدينية أملت أو أفرغت الدولة في طبيعة قدسية لا يمكن لأحد أن ينتقدها ولا أن يوجه لها انتقادات. إذن هذا المناداة بالحرية كذلك طالب بإلغاء الملكية الفردية، لأن الملكية الفردية هي كلها في يد الإقطاع. إذن الدعوة إلى إلغاء نظام الملكية الفردية هو إلغاء دعوة إلى النظام الإقطاعي الذي كانت الأراضي كلها في يد قلة قليلة من رجال الدين، وأغلبية الشعب وأغلبية أفراد المجتمع كلهم عبيد مسخرون في الأراضي الإقطاعية. كذلك طالب بشرعنة السلطة السياسية، على أن السلطة السياسية يجب أن تكون لها الشرعية الشعبية، أما الشرعية التاريخية أو الشرعية الدينية إذا بالنسبة لجان جاك روسو هي شرعية غير حقيقية، هي اغتصاب للسلطة، هي اعتداء على إرادة الأمة وإرادة الشعب. في تلك الفترة كان يتحدث عن إرادة الأمة وليس عن إرادة الشعب، وسوف نعالج هذه الفكرة عندما نصل إلى جان جاك روسو. كذلك الفكر السياسي في ألمانيا بدوره قد تأثر بحكم فريدريك الثاني الذي كان في القرن الثامن عشر. هذا المفكر دعا إلى تكريس روح الولاء للدولة. لا زال الفكر الألماني والفكر الذي قدمته المحكمة الدستورية لا زالت تطالب بالولاء للدولة. حتى الجهويات التي أسسها دستور 1949 إذن كرس عدة أحكام لخضوع الولايات إلى ولاء الدولة. إذن الدولة هي روح بالنسبة إليه، وفتح أبواب الفكر السياسي لكثير من الاجتهادات الفكرية، وظهرت عدة تيارات في ألمانيا كالاشتراكية مثل إنجليز وماركس ظهروا في الفكر الألماني، كلهم كانوا يصبون في اتجاه بناء دولة جديدة. كذلك كارل ماركس الذي ظهر في بداية القرن التاسع عشر كان ينادي بالثورة الألمانية، وكان يقول بأن الثورة الألمانية يجب أن تكون في الرؤوس وبعيدة عن الواقع. إن الثورة يجب أن تكون ثورة فكرية، الثورة يجب أن تكون ثورة في الفكر وليس في الواقع. إن الثورة الفكرية بالنسبة لكارل ماركس هي التي ستغير الواقع، وبالأخص بداية القرن التاسع عشر كانت ألمانيا فيها بداية الثورة الصناعية التي كان يسيطر عليها كثير من رجال المال الكبار أو البرجوازية الكبرى التي هي ربيبة للنظام الإقطاعي في عهد من العهود. وفي هذه الأجواء نشأ الفكر الألماني قائما على مبادئ عقلانية جديدة، قائمة على المطالبة ببلورة ثورة على الحكم السياسي والدين، على الحكم السياسي وعلى السلطة الدينية كما حدث من قبل في فرنسا.
وكذلك هذا الفكر سوف يتبلور في عدة اتجاهات مع الحرب العالمية الأولى ونهاية مرحلة الاستعمار الأوروبي في إفريقيا وآسيا. سوف تظهر مجموعة من التطورات التي اهتم بها الفكر في بناء الدولة الاجتماعية وبناء دولة المؤسسات وبناء دولة القانون. الحرب العالمية الثانية ستكون منطلقا للدول الأوروبية عندما تضع الحرب أوزارها وتتوقف الحروب في أوروبا بصفة نهائية وتصدرها إلى شعوب العالم الثالث، ثم هي تتفرغ إلى بناء دولتها من الناحية السياسية المؤسساتية، من حيث القوانين، من حيث الاقتصاد، وبذلك سوف تصبح أوروبا من أكبر الدول القائمة على فكر سياسي بناء وبناء بالنسبة للمؤسسات وللدولة والمجتمع. نكتفي بهذا القدر وسوف ننتقل بكم لاحقا إلى العنصر الثالث لمفهوم الكفر ولمفهوم الفكر، وهو السياسة، مفهوم الفكر السياسي. إذن في المحاضرة الثانية الفكر السياسي سوف نشرح ماذا نقصد بالسياسي. إلى لقاء معكم في حصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.